السلام عليكم على احلى مشاهدين. يا رب دايما تكونوا في احسن حال. هنعمل بقى النهارده الجلاش هنحشيه كنافه وهنحشيه كمان فول سوداني وجوز هند وزبيب. طريقته سهله جدا ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه هنا معايا الكنافه. انا معايا يعني حوالي مش مكمله ربع كيلو يا جماعه. يعني انا خدت كده حبه بسيطه خالص وبدات ان انا اقطعها زي ما انتم شايفين كده، يعني اقل من الربع كيلو. وهبدأ ان انا هقطعه زي ما انتم شايفين كده. يعني لفتين الجلاش ممكن يعملوا معاكي ربع كيلو، يبقى حلو قوي. طبعا انا عندي شربات في التلاجة فهعمل شربات قليل. عملت كوباية من السكر عليها كوباية الا ربع من المية وحطيتهم على النار. فانا كنت عاملة شربات بزيادة عندي في التلاجة، فهزود عليه الكمية اللي احنا عملناها دي. طب انت لو مش عندك شربات هتعملي كوبايتين من السكر على كوباية ونص من المية، وهتسيبيهم يغلوا على النار لمدة 10 دقايق. بعدين هنحط عليهم شوية فانيليا، وهنحط عليهم كمان نص عصرة ليمون. يبقى الشربات كده جاهز معايا بقى هنا الكنافة. بعد ما قطعتها كده بالسكينة، حطيت معلقتين كبار من الزبدة او 3 معالق كبار زبدة. سمنة المتوفر استخدميه. هنبدأ بقى نحط الشعرية ونحمرها فيها لحد لما تاخد اللون الذهبي الحلو ده. هي كل ما تتحمر معاكي اي تكتلات هتلاقيها بتفك معاكي اول ما تتحمر. هنزل بقى بعد ما اخدت اللون الذهبي. معايا هنا فول سوداني حطيت عليه جوز هند وحطيت عليه زبيب، وهنزل بيهم. طبعا حطي اي مكسرات انتي تعجبك. انا حاطه فول سوداني وزبيب وجوز هند. هقلب بقى كويس قوي المكونات مع الكنافه. وهنزل كمان عليهم بشويه من الشربات اللي احنا عملناه. الشربات هنا كان لسه سخن، فنزلت عليه كده بمعلقتين شربات وهقلبهم. وانا بقلب حسيت انه لسه محتاج بدل ما احط سكر. يعني ممكن تحطي سكر، ممكن تستبدلي الشربات ان احنا نحط معلقتين من السكر. تمام. فاللي يعجبك ممكن نحط شربات زي ما انا حطيت كده شويه. بس طبعا الشربات هيخليه يتمسك في بعض شويه، عادي يبقى فكيه بايدك. وممكن تحطي معلقتين من السكر. معايا بقى هنا لفه جلاش، وطبعا معايا السمنه بتاعتي ومعايا الكنافه. هبدا ان انا هجيب ورقه الجلاش هتنيها نصين كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هبدا ان انا ادهنها بالسمنه، وهنزل بيه شويه من الجلاش. طبعا ما نحطش على الحروف، يعني نحط الجلاش بلاش نحط على الحروف قوي، عشان واحنا بنلف هو كده كده هيطلع معايا على الحروف. هبدا بقى ان انا هلف الجلاش زي ما انتم شايفين كده. معايا بقى صينيه، كنت مجهزه معايا صينيه وادهنها كمان بالسمنه. وهبدا بقى اللي انا هلفه وهحطه في الصينيه. هجيب معايا ورقه تانية وهبدا ان انا اتنيها نصين، وهبدا ادهنها بقى بالسمنه زي ما انت. وهحط بقى شويه كنافه، يعني هنكتر بقى، حابه انت تكتري الحشوه حابه تقلليها، ده اختيارك انت. هحط بقى كده شويه من الكنافه. وهبدا طبعا عايزه اقول لكم ريحه الكنافه مع الزبيب مع الجوز هند مع الفول السوداني ريحتها جميله جميله، وانت بتعمليها على النار كده هتشمي ريحه اول ما تحطي الفول على طول. هبدا بقى ان انا هرصها كده في الصينيه، وزي ما انتم شايفين كده خلصت كل الكميه. وهاجي بقى من على الوش، ممكن نيجي ممكن نقطعها الاول او ممكن ندهنها الاول. بفضل ان انا ادهنها الاول بعدين بقطعها. بدهنها كده، بدهن الوش بالسمنه، وبعد كده اقطعها بالسكين. تقطعيها برضو الحجم اللي انت عايزاها. ممكن نقطع الطول صباعين 2 بس انا بحب اقطعها كده يبقى الصباع مظبوط يعني معايا. قطعت كده الصباع معايا 3 قطع. وهلف برضو الصينيه واقطعها من الحته التانية دي. اخر 2 معرفتش اجيبهم فقلت هقطعهم، او اخر 3 قلت هقطعهم من الناحيه التانية. بس بدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180. بحطها على الرف اللي في النص، وبشغل المروحه. وبكون مشغله الفرن على درجه حراره 180 واشغل المروحه. وبسيبها بتاخد معايا حوالي نص ساعه او تلت ساعه حاجه زي كده، يعني ما بتاخدش وقت خالص.
بس. وبعدين بطلعها بقى وهي سخنه، انزل عليها بالشربات يكون بارد. معايا الشربات بارد، وهنزل عليها وهي لسه سخنه عشان تشرب معايا الشربات. بعد بقى ما بسيبها كده حوالي ربع ساعه او نص ساعه في الشربات، ببدا اجيب مصفى واحط فيها بقى صوابع الجلاش عشان اي شربات معايا زياده ينزل معايا. انا بحب اعمل التركايه دي، ممكن انت ما تعملهاش، بس انا بحب احطها في مصفى كده بحيث ان انا انزل اي شربات منها زياده. بس يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.